السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم الألمانية من الصفر مستوى ال A1. عايزين نتعلم مع بعض يا شباب إزاي تركب جملة في اللغة الألمانية. تركيب الجملة يعني Satzstruktur أو Satzbau. تمام. فهنعرف دلوقتي مع بعضينا ازاي بيتكون جملة، وايه المواقع اللي ممكن تتبدل، وفين الاماكن الثابتة. وهنعرف برضو مع بعضينا انواع الجمل في اللغة الالمانية. عشان ما اطولش عليكم المقدمة، يلا بينا نبدأ يا شباب. لوز جيتس. عندنا هنا هوت اول حاجة انا قايل لكم ان انواع الجمل في اللغة الالمانية هم 3. Es gibt 3 Satzarten im Deutschen. أول حاجة Hauptsatz يعني جملة أساسية، Nebensatz يعني جملة فرعية، Befehlssatz يعني جملة أمرية. احنا النهاردة موضوعنا بيدور حوالين الهاوبتزاتس. تمام، ده بالنسبة للA1. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن تركيبة الجملة الأساسية في اللغة الألمانية. هو موضوع بسيط جدا ومهم جدا جدا عشان تبتدي تكتب، فديت ستيب جديدة ليك في اللغة ومهمة جدا. طيب، عندنا هنا الهاوبتزاتس اللي هي الجملة الأساسية، بتتكون من Subjekt، فاعل، Verb، فعل، Object يعني مفعول به. تمام. الفيرب انا عامله لكم بلون مختلف، ولون اللي هو اسود، عشان تعرف ان هو دايما هنا، دايما في مركزه رقم 2 في الجملة. دايما يعني دايما لا، هقولك امتى ممكن يتغير. تمام، ولكن في الغالب بيكون مركزه هنا. طيب ناخد zum Beispiel علشان مع المثال كل حاجة بتوضح. هقولك مثلا die Mutter kocht das Essen. Die Mutter kocht das Essen يعني الأم تطبخ الطعام. طب تعالى مع بعضينا نحلل الجملة ديت. عايزين نعرف فين الفاعل والفعل والمفعول به. فهنلاقي إني دي موتا الأم تطبخ الطعام، فالأم هي الفاعل. وكوخت كوخن اللي هو يطهي أو يطبخ، وبتطبخ ايه؟ الطعام اللي هو das Essen. تمام. ممكن نغير مكان الفاعل ونخليه بعد الفعل. مثلا اقول لك das Essen kocht die Mutter. وهتلاحظها كتير جدا لما تتقدم في اللغة الألمانية، هتلاقي دايما الفاعل ممكن يتأخر. تمام، الفاعل ممكن يجي بعد الفعل عادي جدا، والمفعول به يجي قبله، او اي حاجة تيجي قبل الفعل. جميل. فزي ما احنا شفنا هنا ان الفيرب دايما نمرة 2 im Satz، رقم 2 في الجملة، والفاعل يا بيجي على الشمال يا بيجي على اليمين. جميل لحد كده. طيب، في عندنا ايه تاني؟ في عندنا جملة خبرية. مثال بسيط جدا عليها، زي لما اسألك انت بتعمل ايه دلوقتي، تقول لي انا بذاكر. ايش لعنة؟ ايش لعنة يعني بذاكر. خلاص انت اخبرتني، فكده بقت ديت جملة خبرية. طبعا عندنا جملة ظرفية زي ظرف زمان او ظرف مكان. فلما تقول لي مثلا wir fahren heute، فانت هنا بتخبرني، بتقول لي ان النهاردة احنا هنسافر اليوم. فهنا ديت جملة خبرية. لما تقول لي ich bin hier انا هنا، فانت بتخبرني بمكانك، فهنا جملة ظرفية مكانية. جميل. طيب، عندنا انواع ايه تاني في الجملة؟ عندنا الفي فراجن. الفي فراجن الفي فراجن جاية من حرف الفي اللي هو زي في، was، wann، wo und so weiter، اللي هي أول حرف من أداة الاستفهام. يعني إن أسألك بأداة استفهام اللي هي الجملة الاستفهامية، بتبدأ بأداة استفهام. zum Beispiel أقول لك wo wohnen Sie؟ أين تسكن حضرتك؟ wo أين اللي هي الفي fragen، wohnen Sie
تسكن حضرتك. أو ممكن أقولك woher kommst du؟ woher kommst du؟ من أين تأتي أنت؟ أنت جاي منين؟ أو جنسيتك إيه؟ ممكن أقولك was kostet das؟ was kostet das؟ ما تكلفة هذا؟ أو ممكن أقولك wie ist deine Familienname؟ wie ist dein Familienname؟ ما هو اسم عائلتك؟ طيب تعال ناخد كده حاجة في السريع بحيث ان احنا نمارس مع بعض. هقولك مثلا wie heißen Sie؟ wie heißen Sie؟ حاول تحلل كده هوت الجملة ديت في الكام ثانية اللي جايين. ديت جملة استفهامية. ليه؟ لان هي بدأت بالفي fragen. wie heißen تدعى زي حضرتك. طيب لما اجي اقول لك Klavier spielt mein Sohn. Klavier spielt mein Sohn. طيب يعني ايه الجملة ديت؟ حاول تحللها كده معايا. جميل، هي جملة خبرية. ليه؟ لان انا بقول لك كلافيا يعني بيانو، spielt يلعب mein Sohn. mein Sohn ابني هو الزوبيكت الفاعل، spielt هو الفعل رقم 2، كلافيا يعني بيانو، فانا بخبرك ان ابني يلعب البيانو. جميل. لما مثلا تسألني ابنك فين اقول لك مثلا mein Sohn spielt Klavier او Klavier spielt mein Sohn. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا ال Ja oder Nein Fragen. Ja oder Nein Fragen. وهنا بقى في الحالة ديت هو الفيرب بيجي في أول الجملة. ركز معايا، الحالة هنا الفيرب بيجي في أول الجملة. لما تكون عايز تسأل سؤال إجابته بيا oder nein فبتجيب الفيرب في أول الجملة. طيب zum Beispiel هقول لك hast du Kinder؟ hast du Kinder؟ هل لديك أطفال؟ عندك أولاد؟ فهتقول لي يا، ممكن تقول لي يا وتسكت. جميل، يعني عندي. أو ممكن تقول لي nein وتسكت، أو nein hab ich keine. nein hab ich keine. فأنت ممكن تقول يا oder nein وتسكت، وإجابة مختصرة وخلاص على كده. ولكن ممكن تضيف تقول nein hab ich keine أو ja hab ich. ja hab ich. جميل. وهنا hab ديت باللغة العامية بتتكتب من غير ال A. تمام. طيب مثال تاني يقول لك haben Sie heute Abend Zeit؟ haben Sie heute Abend Zeit؟ هل حضرتك لديك وقت مساء اليوم؟ عندك وقت النهاردة بالليل؟ فالفيرب جه في أول الجملة haben هو يمتلك أو لديك، فهنا هتجاوب يا oder nein. يا hab ich، أو ممكن تقول يا hab ich Zeit، أو nein hab ich keine، أو nein hab ich keine Zeit. جميل. طيب سؤال تالت wohnst du in Kairo؟ wohnst du in Kairo؟ هل تعيش في القاهرة؟ wohnst du in Kairo؟ انت عايش في القاهرة، فالفيرب جه في أول الجملة. تمام. فانت عايز الرد بيا oder nein. لو انت عايش في القاهرة هتقول يا، لو سبتها ورحت مكان تاني زي هتقول nein. طيب مثال أخير عايزك تفكر فيه دلوقتي كترجمة بسيطة جدا. عايزك تقول لي sprechen Sie Deutsch يعني ايه الكلام دوت، والجملة ديت معناها ايه. sprechen يعني يتحدث، Sie حضرتك، Deutsch اللي هي اللغة الألمانية يعني هل حضرتك بتتكلم ألماني؟ هل حضرتك تتحدث الألمانية؟ فهي جملة بيا oder nein fragen. الفيرب بيجي في أول الجملة. تمام.
يبقى الإجابة بيا oder nein، وبنحط علامة استفهام طبعا لأني هو هنا بيسأل. فلما الفيرب بيجي في أول الجملة يعني ديت بقت جملة استفهامية والإجابة بتاعتها بيا oder nein. طيب الأوفجابة عندنا النهاردة هما الجملتين البساط دولت، أنا عايزك تكون لي جملة. عندك هنا in Cairo er wohnt وأداة استفهام، وتاني مثال أو تاني سؤال sie in Berlin lebt. sie in Berlin lebt. عايزك تحلهم وتكتب لي في الكومنتس تحت الإجابة بتاعتهم وأنا هرد عليك إذا كانت صح أو لأ. وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة. هو الموضوع بسيط جدا ولكنه مهم. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer محمود. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا وتشيروا وتعملوا لايك للفيديو. أشوفكم بعدين يا شباب، السلام عليكم.